فنجان قهوة بقى، ونركز مع بعض كده 3 4 دقايق كده على الهادي، ونسمع مع بعض الشخص اللي هيتكلم ده هيقول ايه على الفنانة وفاء عامر بسبب تجمع التبرعات، وايه اللي بيحصل في سرقة اعضاء شيكا مع بعض ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. أنا عايزكم تفهموا وتحللوا الكلام اللي أنا هقوله لكم دوت، عشان الكلام اللي أنا هقوله دوت حقيقة. والله العظيم والله العظيم 3 بالله العظيم الكلام اللي أنا بقوله دوت حقيقة، ما فيهوش أي لفظ ولا أي حرف كسر. وسيم يوسف بعد لوفاء عامر 800,000 دولار سعر كلية بتاعت شيكا. افهموا الكلام كويس، 800,000 دولار. 800,000 دولار لو قلنا الدولار ب 50 جنيه يبقى الخمسة في 8 ب 40 مليون جنيه. تمام؟ ال 40 مليون جنيه دولت هبة ترك خدت منهم 3 مليون جنيه، و3 مليون جنيه مبلغ لهبة التركي بالنسبة لها مبلغ كبير، يعني ما كانتش تحلم بيه بنت المقشفة دي. خدت ال3 مليون جنيه وفرحت يعني. يعني هكمل ما تقلقوش، هكمل لكم الفيديو. بس هو قال بنت المقشفة، فانا ضحكت عشان عيب، يعني ما يصحش، ما ينفعش الغلط، فاعتذر على الغلط طبعا على الالفاظ عشان عيب. نكمل بقى مع بعض. 3 مليون ياما مش شوية بالنسبة لها. طلعت وفاء عامر كسبانة من ورا الصفقة ديت ب 37 مليون جنيه. تمام؟ الشيء الثاني، هي جابت اسم وهم كده، واحد اسمه، هو طفل ولد اسمه علي. قالت احنا بنتبرع لعلي عشان علي عايز سربنتينة او شكمان او قطع غيار، حاجة زي كده. الولد ده محتاج تبرعاته بتاع. لمت في 3 ايام 9 مليون جنيه. وفي ناس مصريين شغالين في الخارج بيبعتوا لها تبرعات. استوب هنا شويه. قطع الغيار سمعت هو بيتريق ازاي يعني. وناس بتلم تبرعات من ناس داخل مصر وكمان من ناس خارج مصر. يا نهار ابيض، ده احنا ما شاء الله، ده احنا مافيا يا حبيبتي يا ماما، ده شغل عصابات كبير، شغل فاخر من الاخر. يلا بس نكمل مع بعض وبعد كده نكمل كلامنا. وناس داخل مصر رجال اعمال بيبعتوا لها تبرعات، وناس من اهل الخليج الطيبين. اهل الخليج يا جماعه قلبهم ابيض وحنينين والله. ان كانت السعوديه او الكويت او الامارات او البحرين او قطر بيبعتوا لها تبرعات. يا جماعه الست دي بتجمع تبرعات نصابه، اقسم بجلال الله وفاء عامر نصابه، بتجمع تبرعات وهميه وبتكون ثروه. نقف هنا شويه. بيحلف بيقول والله العظيم وفاء عامر نصابه. مش احنا بنقول يا فنانه زي ما حضرتك سامعه كده، احنا ملناش دعوه. ايوه، هو الفيديو جاي مرستق كده لوحده. مش عارفه انت ليكي حاجه عند ربنا والله العظيم. وايه كميه الحب اللي الناس بيحبوها لك دي؟ يعني طالع يقول والله العظيم وفاء عامر نصابه، ملناش دعوه، هو اللي بيقول. نكمل مع بعض الفيديو يا حبايب ورده، يلا بينا. وهميه يعني دي بتجمع تبرعات من غير الحكومه ما تحاسبها، ولا التضامن الاجتماعي يحاسبها، ولا الاموال العامه تحاسبها. الست دي نصابه. محدش يتبرع لوفاء عامر يا خلق، هو يا اهل الخليج، يا عرب، يا مصريين في الداخل وفي الخارج، محدش يتبرع لوفاء عامر. وفاء عامر نصابه، والله نصابه. انتوا مش ملاحظين بقالها كام سنه ما طلعتش عمل، لا هي ولا اختها، يعني في التلفزيون، في السينما، في مسرح، فلوس جايه ببلاش، تبرعات وتجاره اعضاء، شغاله 100 100. ايه اللي خلاها تمثل بقى وترخ نفسها؟ طيب كفايه كده، مفيش داعي عشان اللي جاي بقى ما فيش داعي منه. خلينا في المهم. الراجل بيحلف، هو الراجل ده مين ومين اللي بيتكلم وليه صوت وحاطط صورة وفاء عامر وليه صورته مش باينة؟ انا بقى عارفة الراجل ده مين، لان الصوت ده انا عامله له فيديوهات قبل كده. واللي ناصح فيكم لمشاهدين ومتابعين وردة يرجع للفيديوهات ويسمع الصوت، وهو يكتب لي في الكومنتات ده صوت مين اللي بيتكلم وبيقول على وفاء عامر كده. ده الشخص اللي قال ان باع كليته عن طريق وفاء عامر.
مش هذكر اسمه، ولو انتم متابعين صح وفعلا متابعين القضيه مظبوط هتكتبوا لي الاسم بتاعه في الكومنتات. طيب ايا كان، الراجل بيحلف 100 حلفان في التبرعات وسرقه اعضاء شيكا والفلوس اللي اتقسمت ما بين وفاء عامر وهبه ترك. هل الكلام ده حقيقه او لا؟ الله اعلم، انا ما اعرفش، انا سمعتكم الفيديو وما اعرفش. تمام. كل يوم جديد وكل يوم اكتشافات وكل يوم رسائل وكل يوم كومنتات وكل يوم هري 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 كتير 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 كتير. ما اصل احنا مش هنسكت ومش هنريح لحد ما يطلع الحق للناس، ولحد ما قرار الحكومه او القضاء المصري يبقى في العلن، فلان مدان فلان مش مدان. غير كده الناس عايزه تعرف الحقيقه. انا رخمه قوي 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 ومصره اعرف الحقيقه. والله العظيم، مع اني مش فاضيه على فكره ومشغوله، والله العظيم عندي مشاغلي وعندي شغلي مشغوله، بس عارفين بقى اللي هو ايه، الموضوع مهم، الموضوع مثير، حق انسان وبن ادم شبابه راح، فعايزين نعرف الحقيقه. خليكم معايا عشان انزل لكم فيديو تاني لابراهيم شيكا وهو تعبان وطالع مش قادر ياخد نفسه وبيتكلم وبيدعي ربنا. الله يرحمك يا ابراهيم يا شيكا، بالله عليكم اقروا الفاتحه وبالله عليكم اترحموا عليه، بالله عليكم اترحموا عليه، على ابراهيم شيكا، الف رحمه ونور تنزل عليه، وربنا يرحمك ويغفر لك ويجيب لك حقك، وحسب الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب.